وينضم إلينا من مدينة القنيطرة عمر الجولاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله أخي عمر، بارك الله فيك. هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات الميدانية اليوم في مدينة القنيطرة؟ نعم، بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لثورتنا. سنبدأ من الريف الغربي الثائر، مدينتي دارية ومعضنية الشام اللتين تتعرضان للقصف المدفعي والصاروخي من مقر الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري المحتلين، واستهداف الأحياء السكنية بشكل وحشي وإلحاق دمار كبير في المدينة، كما وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. أما عن عرطوز، تم صباح اليوم فتح أوتوستراد دمشق القنيطرة وعودة بعض الأهالي لتفقد ما تبقى من منازلهم في ظل احتلال أسدي كامل للمنطقة بعد أن كان مغلقا طيلة الثلاث أيام الماضية، حيث سجل تضرر كبير للمنازل في منطقة الظهرة وفي عرطوز البلد وفي حارة الفنوس. هناك معلومات أو سجل تضرر هناك معلومات عن إحراق مدنيين في عرطوز وهم على قيد الحياة، وتمكنا من توثيق أسماء 5 أشخاص في عرطوز أعدموا ميدانيا وإحراق جثثهم، بالإضافة لتواجد 3 جثث ببناء شامين ولم يتم التمكن من الوصول إليهم بسبب اشتعال النيران في البناء. أما عن دروشة وخان الشيح فيوميا نرى تحليق للطيران الأسدي في المنطقة، بالإضافة لتجدد القصف المدفعي والصاروخي من اللواء 68 على دروشة ومزارعها. أيضا قرية بيت جن، حيث شهدت البلدة محاولة اقتحام بالدبابات وتعزيزات ضخمة من قوات الجيش الأسدي ومحاصرة البلدة من 3 جهات. أيضا قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والهون والدبابات. الآن اشتباكات تدور على أطراف البلدة، والجيش الحر يتصدون للحملة حيث قاموا بتدمير 3 دبابات T-72 وضرب تعزيزات عسكرية قادمة إلى البلدة، بالإضافة لاستمرار القصف المتواصل بمعدل 25 قذيفة بالدقيقة من الدبابات المتمركزة في مشاتي حضر وحقل الرمي، والمدفعية 130 المتمركزة في تل شعار، أيضا تل الشحم وتل أو تلول الفرس في القنيطرة، مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل وسقوط قذائف على منازل المدنيين وحالة نزول وهلع كبيرة في صفوف المدنيين. أما في محافظة القنيطرة وبالتحديد بلدتي جباثة وأوفانيا، حيث يقوم النظام بقصف عنيف على هذه القرى أدى إلى سقوط أكثر من قذيفة في أراضي الجولان المحتل. يعني النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة، وهو على استعداد أن يخسف نقاطه العسكرية بحيث لا يصل السلاح إلى الجيش الحر. نعم أخي عمر الجولاني، ما هو رد فعل إسرائيل على القذائف التي سقطت في أراضيها التي احتلوها من الأراضي السورية؟ الاحتلال الإسرائيلي يقف وقفة المتفرج لا، بل يقوم بمساندة هذا النظام. هناك تنسيق واضح ما بين الاحتلال الإسرائيلي وشقيقه الأسدي. في المعارك الأخيرة قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل مضيئة على الشريط الحدودي لكشف وتحديد أماكن الجيش الحر، ليقوم النظام بعدها بقصف هذه المواقع. النظام يقوم بخرق جميع المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عام 1974 التي يمنع فيها استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضمن المناطق معزولة السلاح. نعم أخي عمر الجولاني، اليوم تم استهداف وائل الحلقي، وقد استهدفه النظام وجميع كتائب الجيش الحر والألوية العاملة في دمشق قد نفت هذا التفجير وقالت لا علاقة لنا بهذا التفجير. في الوقت نفسه قد قام النظام بمجزرة كبيرة في مدينة جاسم. ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ يا سيدي، لقد مللنا من هذه الأفلام الهزلية التي يصنعها النظام ليوهم العالم إن رئيس وزرائه يتعرض لمحاولات اغتيال وتفجيرات قاتلة. هذه المرة تمكن من النجاة، وما هذه العملية سوى تمهيد لعمليات قادمة تستهدف سيارته وسيارات شخصيات أخرى ما زالت مع هذا النظام، ليكون حادثة اغتيال أي شخصية هي بمثابة ورقة يحاول النظام استغلالها كما استغل حادثة اغتيال البوطي. إذا النظام هو الذي قام اليوم بعملية التفجير هذه تمهيد لعمليات أكبر قادمة في المستقبل، لأننا اعتدنا على إجرام وغدر هذا النظام، إلى أننا ندين هذا العمل الإرهابي ونحمل النظام السوري مسؤولية هذا العمل المشين. أخيرا أريد أن أقول للذين ما زالوا يدافعون عن هذا النظام إن مصيركم مصير وائل